لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. موضوعنا النهاردة عن اسهل طريقة نخلي بيها العربيات بتاعتنا ما تحكش في المطبات. بس الاول عايز اقول للناس اللي اول مرة تدخل على القناة عندي، يا ريت نشترك ونفعل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، ويا ريت يا جماعة ما ننساش اللايك والشير والكومنت على الفيديوهات عشان نقدر نطور من المحتوى ونقدم لكم فيديوهات افضل. في عربيات بتبقى نازلة اصلا واطية بطبيعتها. هو اي نعم الوطي ده او انه العربية تبقى واطية ده بيعزز من الثبات بتاعها على الطريق، ولكن بالنسبة للطرق بتاعتنا احنا عندنا مطبات جبال وهضاب كده بنعدي من عليها، ومطبات صناعية وشارع، في شارع بتبقى فيها بقى كمان تكسير والكلام ده. وبيبقى بالنسبة لنا كمان لو العربية متحملة او قاعد فيها 4 افراد او محطوط فيها شنط، والعربية في اساسها اصلا واطية او بطن العربية واطية زي ما بيقول، او الخلوص الارضي بتاع العربية قليل، اللي هو ارتفاع العربية عن الارض قليل، بيبقى ده بالنسبة للشخص او اللي سايق العربية بتبقى مشكلة ان العربية بيمشي كل ما يطلع على مطب بيحك فيه. في عربيات بتحك وهي ما فيهاش ناس راكبه اصلا، زي الهوندا مثلا، اللي هي بتاعت الهوندا ال 2008. الهوندا ال 2008 واطيه، العربيه كانت ثابته وكويسه وده كان مديها ثبات حلو قوي، ولكن كل الناس كانت بتشتكي من وطيها ده. غير كده مثلا الفيرنا لما بتحمل فيها ال4 افراد برضو بتعمل نفس الكلام. سيراتو الكسري الموديل بتاع من اول 2015 و2014 برضو الموديل ده واطي وبيحك في المطبات، بالذات لما بيتحمل فيه، لما بيبقوا قاعدين فيه 4 بيحك في المطبات. في عربيات كتير من الموديلات الحديثة برضو العربيات دي واطية، وده بيديها ثبات اي نعم، ولكن بيضايق الناس بسبب موضوع ان العربية المطبات الصناعية والكلام ده، العربية بتحك من بطنها من تحت، ممكن تكسر لك شكمان مرة، ممكن لا قدر الله مثلا لو طوبة واقفة ولا حاجة تخبط في كارتيرة، مثلا في كارتيرة الزيت، تخبط مثلا في كارتيرة الفتيس، في اي حاجة من الحاجات اللي من تحت دي، تدخلك في مشكلة كبيرة. غير كده بقى طبعا العربية بتلاقيها متخبطة من تحت، وخاصة الصاج السفلي او العتب بتاع العربية او الكارترات او لازم تلاقي فيها تخبيطات كده بسبب برضو ده المطبات والطوب اللي بيبقى في الارض والتكسير والكلام ده، فده بيعمل للناس مشكلة وازمة. في طرق كتير بقى ان احنا يعني نعالج الموضوع ده، ولكن الطرق دي زي العلايات والصدادات اللي هي بتتركب على المساعد، ولكن دي يعني لو الصدادة دي عليت شوية بتعمل برجلة في العربية وبتخلي العربية يعني ثباتها ما بيبقاش كويس. في غير كده بقى اللي هي الصدادات، في صدادات بتتركب بالنسبة اللي هي السيارات اللي بتبقى المساعد منفصل عن السوستة، يعني السوستة وجنبها المساعد، بتبقى في صدادة كده بتتركب من فوق من على السوستة من فوق قبل القفلة بتاعتها، وبرضو دي بس دي برضو بتأثر على الثبات بتاع العربية لأنها بتعلي قيمة، بتعلي العربية قوي. في المجمل تعلية العربية الزيادة يعني لو عليت أكتر من 2 سنتي العربية ثباتها بيروح في داهية، او يعني بتبقى انت لعبت كده في الابعاد الاصليه بتاعتها، وبالتالي بتبص تلاقي العربيه تعوم منك على الطريق وثباتها ما بقاش مقبول يعني، وانت بتبقى عايز تحل مشكله فبتعمل لنفسك مشكله اكبر. وبالتالي في اختراع جديد وهو الموضوع اللي هنتكلم عليه النهارده، وهي الصدادات السيليكون او الرابر، لان هي ليها كذا خامه بتتصنع منها. ودي بتكون اللي احنا هنشوفها دلوقتي، هنشوف طريقة تركيبها، ودي بتتركب على السوستة نفسها، ما بتحتاجش فني لتركيبها، ما بتحتاجش ادوات كتير، ما بتحتاجش ما فيهاش اي مشكلة، سهلة وبسيطة. وبالنسبة بقى لو حد مثلا عربيته واطية في الاساس او المساعدين بتاعتها مع الاستخدام وطيت، السوست بتاعتها تعبت ووطيت ايا كان السبب، او العربية نفسها واطية، فدي بتعالج الموضوع ده في نفس الوقت، مش بتعلي العربية اكتر من سنتي او اللي سنتي ونص، مش اكتر من كده. بس بيبان بقى تأثيرها مع الحمل، يعني لما العربية تحملها 4 وشنط او 4 فقط، بدل ما بتنزل مثلا لو عربيتك بتنزل 5 سنتي او 6 سنتي، لا هتنزل 3 سنتي 4 سنتي. نسبة الوطي بتاع العربية مع التحميل بتبقى اقل،
فبالتالي متخليش العربيه تحك في المطبات. عشان كده هي دي الميزه فيها. وفي نفس الوقت ما بتعليش العربيه اوفر، فما بتاثرش على ثباتها، وتركيبها سهل وبسيط. وهنشوف الطريقه دلوقتي بتاعه التركيب بتاعتها، ونبدا نشوف. دلوقتي هنبدأ نفك الجنط بتاع العربية ونرفعها عن طريق لو عندك كوريك تمساح يبقى أسهل زي ده. لو ما عندكش ممكن كوريك العربية العادي. وطبعا مفتاح العربية برضو العادي. وبتبدأ ترفع العربية، وطبعا بتأكد من المكان اللي هو اللي عند الشفة اللي تحت اللي بترفع منه العربية. ممكن تبدأ من ناحية اليمين الأول، وبعد كده تبقى تعمل من ناحية الشمال. وترفع العربية لحد ما خلاص الفردة تبقى اترفعت من على الأرض خالص. والأول طبعا قبل ما ترفع يعني تكون هويت الصواميل شوية، فكتها شوية. وبعد كده تبدأ ترفع، وبعد كده تفك بقى الصواميل خالص لحد ما تخرج الفردة من مكانها. ويفضل انك تفك المسامير كلها كروس، يعني كل واحد قصاد التاني. وبرضو وانت بتربطهم نفس الكلام، برضو واحد قصاد التاني. ده احسن طريقة لفك وتركيب الجنط بتاع العربية ده. عشان انت بتغير سبير او بتركب الجنط او بتعمل اي حاجة، خليك دايما على الطريقة دي، تفك وتركب كروس كل صامولة قصاد التانية. بعد كده بتشيل الجنط، وأأمن ليك برضو ان انت تحط الجنط تحت العربية. وده بيبقى آمن عشان لو لا قدر الله مثلا حاجة حصلت، العربية اتهزت وقعت من على الكوريك بتاع الجنط، يشيلها وما تبقاش وقعت على الأرض وتحصل مشكلة كبيرة يعني. وبتبدأ بقى بعد كده تبدأ تجيب اللي هو الصدادة زي ما احنا شايفين اهي. هي بتبقى فيها اخرام متعددة. بتبدأ ان انت تخرم بقى يعني واحد من على الطرف اليمين، وخرم من على الطرف الشمال، وخرم من النص، بحيث ان دول اللي هيتربط فيهم الافزان البلاستيك عشان تتثبت وتتحكم على السوستة. وهي كده كده اصلا بتبقى داخلة في بين الحلقات بتاعة السوستة، ولكن ده لزيادة الاحكام بتاعتها يعني. ملحوظة، اهم حاجة لازم تتأكد ان البعد بين حلقات السوستة ما يقلش عن 4 سنتي، والقطر بتاع السوستة 7 سنتي. ولان ده يعني هو 90% من العربيات بتبقى كده، ولكن في عربيات زي العربية اللي انا شغال فيها دلوقتي دي، وهي عربية كيا سيد 2015. السوستة بتاعتها حجمها صغير، البعد بين حلقاتها أقل من 4 سنتي. فعشان كده الصدادة أكبر من الحلقات بتاعتها. أو يعني عريضة شوية على الحلقات بتاعت السوستة، ولكن ركبت برضو. ولكن اضطريت ان انا اركبها في اسفل السوستة من تحت. لكن هو الصح بتاعها ان هي زي ما احنا شايفين انا ركبتها تحت، وده عشان خاطر ان السوستة دي صغيرة شوية. ولكن يفضل ان هي او الاحسن او الصح بتاعها انها بتتركب في نص السوستة بالظبط. وبتركب بسهولة خالص، وهي بتمشي بين المجرتين عشان هي فيها يعني في جواها مجرى كده زي السوستة، زي الحلقات بتاعة السوستة. وبتبدأ تركبها في النص، وبعد كده تبدأ تربط الإفزان البلاستيك دي زي ما احنا شايفين كده، وتحكمها عليها وتقص الزيادات، واحد على اليمين واحد على الشمال، وواحد قفيز من ورا كمان. كده خلاص عمرها ما تقع. ودلوقتي بقى في احجام من الصدادات دي، فتقدر تجيب اللي هو الحجم المناسب للسوستة بتاعت عربيتك. كده كنت بربط الافزان عليها وعلى السوستة عشان تبقى محكومة كويس في مكانها، ما تهربش مع المطبات وكده. خلت العربية دي ما بتحكش، ان العربية دي واطية. فللاسف بتحك في المطبات، بس هي العربية ثباتها كويس يعني، ولكن بتحك في المطبات جامد، خاصة مع التحميل. دي احسن طريقه وامن طريقه، وما بتعليش العربيه اكتر من سنتي او سنتي ونص وبس. كمان مع الحمل بقى بتخليش العربيه تحك في المطبات، وفي نفس الوقت في مطبات الهواء على الطريق وكده بتخلي المساعد ما يقفلش للاخر، ما تلاقيش نفسك طرت في الهواء كده مع المطبات والكلام مطبات الهواء. او لو لا قدر الله مثلا ما شفتش مطب اتهبدت فيه جامد، ما بتحسش بالهبد قوي، بتمتص الصدمه برضو مع المساعد شويه. فبالتالي ليها فوائد كتير يعني، ما تخليش العربية تحك في المطبات، وبتمتص الصدمات مع المساعد، ما تخليش المساعد يقفل للآخر. فليها فوائد متعددة يعني،
تركيبها سهل زي ما شفتوا، تقدر تركبها انت بنفسك بدون صنايعي وبدون ادوات كتير. هو عدة العربية بس الكوريك ومفك وخلاص، والافزان البلاستيك دي موجودة في كل حتة يعني، ورخيصة ما فيهاش مشكلة. كده ركبت الصدادة تمام وبكل سهولة، وتقدر تركبها بنفسك بدون ما تلجأ لصناعي أو حاجة. وبالنسبة لملاك العربية الهوندا السيفيك الاف دي اللي بيشتكوا دايما من ان العربية واطية رغم ان ده مديها ثبات كويس، ولكن طبعا المطبات والشوارع المكسرة وكده ده بيبقى مش كويس فيها، لأن بطن العربية واطية ودي طبيعة تصميمها يعني. هتنفع معاهم الصدادة دي كويس جدا، لأنها مش بتعلي العربية عن الوضع الطبيعي بتاعها، فمش هتعمل عومان فيها أو حاجة تضر أو كده. هي هتخلي بس المساعد ما يقفلش للآخر، فلو أنت محمل العربية تحميل كامل أو ماشي في حتت فيها مطبات عالية أو كده، مش هتخلي العربية تبقى واطية قوي أو تحك في المطبات أو كده. ويلا نشوفها بقى بعد ما ركبت. العربية ما قليتش عن الأرض جامد، وفي نفس الوقت ما بقتش تحك في المطبات، وأنا جربتها وبقت كويسة وتمام. وشكرا ليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.